السلام عليكم. كل خطوة بتعملها هي سبب في النجاح، تختصرش. عشان كده بقولك اعمل مساحة صغيرة، ابتدي بمساحة صغيرة. المكان ده الرمل فيه 2 متر اهو زي ما انتم شايفين كده، لازم يتشال او يتعدل او يتساوى او ننزله متر يعني، لكن لازم، ما ينفعش المنظر يبقى بالشكل ده. شوف العلو قد ايه. شجرة زي دي كانت مزروعة شتلة، نبتت، اتردمت، نبتت، ادي مرة اهي اتردمت، وادي مرة اهي اتردمت، وادي مرتين اهم اتردمت، 4 مرات تنبت وتتردم، الخامسة طلعت. طيب هتقولي ما انت الشتلة قوية جدا اهي وطلعت حتى مع الظروف دي القاسية اللي هي كل شوية تتردم كل شوية تتردم وعفار. طب ماشي، لكن اللي ما عدتش، انا عندي هنا يجي 10 شتلات في الجزء ده، وعندي هنا اهو في الزاوية دي يجي 10 شتلات، يعني في المكان ده بس 20 راح مني 25 شتلة في زاوية ملهاش أي 30 لازمة، راح مني 25 شتلة بسبب الردم. واللي اشتغلت ادي اول حاجه ان في نسبه فاقد في الجزء ده عاليه جدا، يعني ادي 25 شتله ماتوا معاش الا دي. انت بتتكلم في نسبه فاقد فظيعه رهيبه في الجزء ده. المزرعه كلها 20% فاقد، لكن ما الجزء ده اللي زود ال 20%. احنا بنتفق مع الناس بنقول لهم شغلنا لا يتعدى ال 10% فاقد، نجاح 90%. ايه اللي وصلها 20% هنا؟ جزء زي ده، كذا حته زي دي. تمام، دي حاجه التانية اللي عاشت بقى، هنقول اللي عاشت فيديو تاني عشان مبقاش طويل. ايه المشاكل اللي بتقابلها بسبب النتوءات الكتيره ديت؟ فلازم الكلام ده، احنا دلوقتي هنزرع شتلات جديده، يبقى اللي هي بدل فاقد، يبقى لازم نعدلها. مش هنزرع على البايظ، مش هنزرع على الدنيا دي. اولا شيلنا الرمل اللي بره اللي كان معدي السور اهو، برضو شيلنا الرمل اللي بره اللي كان معدي السور امبارح بس نص متر اهي. احنا شايلين امبارح اول امبارح 2 متر، امبارح شويه تراب جابوا نص متر اهي. وهنشيل كل ده برضو بعد ما هنجيبه على جنب هنشيله، وهنشيل هنا